انا النهارده هتحرك من شفرانكفورت هروح على دريسدن. طبعا عايزين ناكل. في ابلكيشن كده اسمه بلا بلاكر. انا اسلام علوان واهلا بكم في فلوج جديد. أنا النهاردة قررت أتحرك من شفرانكفورت وهروح مدينة جديدة وهي دريسدن. خلينا نشوف بقى هنروح إزاي وهناخد إيه معانا وهنوصل إزاي وهنوصل إمتى وهنتحرك إمتى، فتابعوا معانا. عايزكم تخمنوا أنا فين دلوقتي؟ Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Würzburg Hauptbahnhof. Aufstieg, fahr Richtung links. وطبعا لسه ما وصلتش، ده كان عمور عادي، الراجل اللي قواني واكلني وشربني في فورتسبورغ. احلى مسا عليك. طيب انت كعمور بقالك سنتين هنا في شفرانكفورت، ايه رايك في مدينه شفرانكفورت؟ والله المدينة يعني كويسة مش وحشة، كمدينة تعليمية لذيذة يعني، مش كبيرة أوي، تتحرك فيها بسهولة، تخلص حاجتك بسهولة، تتحرك كل حاجة تخلصها بسرعة يعني، مش مدينة كبيرة محتاج تنزل بدري وتتحرك بدري وتحسب كل حاجة بدري يعني، فهي كمدينة تعليمية فيها شغل، مدينة كويسة جدا، لكن كمدينة إنك تعيش فيها وكده لا. انت ما يجوش اصلا الناس هنا، ما أفضلش إن يعني أنت هتيجي تعيش وحياتك هنا لا. طب الناس هنا شايف الناس لطيفه ولا زي ما بنسمع هي أصلا هي مدينة كل واحد في شغله قاعد مع نايس، محدش له علاقة بحد يعني، محدش ليه اي علاقه باي حاجه، معظمهم من الطلبة وناس بتشتغل. Du fragst, wirst du den Widerhall von Mitleid-Tränen in den Augen, sag ich dir, es war kein Widerhall. انا النهارده هتحرك من شفرانكفورت هروح على دريسدن. طبعا كان في اوبشنز كتيره ممكن اتحرك بيها زي القطر زي الاتوبيس، وكان في ابلكيشن كده اسمه بلا بلاكر. وبلا بلاكر ده ابلكيشن بيجيب لك الناس مثلا اللي هي رايحه مدينه معينه من منطقتك واليوم كذا والميعاد كذا، بياخدوك معاهم على السكه مقابل مبلغ قليل جدا. انا قررت اروح بالاتوبيس بحاجه اسمها فليكس بوش. حجزت النهارده الساعه 9:30، فاتمنى ان هو يوصل في ميعاده. اما احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ فاحنا بندور على حاجه ناكلها عشان احنا جعانين جدا، ولا ايه يا عمور؟ جعانين أوي يا جماعة بصراحة يعني، واحد جعان يعني جدا يعني. خلينا نروح ندور على حاجه ناكلها. بعد لفة طويل جدا جينا ناكل بيتزا يعني. أول أختار المكان يا جماعة في مطعم تركي هنا طلع هو اللي جابنا على البيتزا أكتر يعني. يعني إيه المطعم التركي سايبه؟ ما لقوش فادع، بس هو اللي جابنا على البيتزا أكتر يا أخي، هو اللي جابنا والله. أنا أودي لك التركي، هو اللي اختار يا جماعة بيتزا بس يعني لذيذ يعني مش عارف. طيب وبعد يوم طويل جدا جيت انا واخويا عمور صباح الفل يعني. عمور عايز ينام، جينا محطة الاتوبيس عشان اخد اتوبيس من الهاوبتبانهوف هنا. بالله على السلامة يا سولم، ويعني إن شاء الله رحلة سعيدة كده. حبيبي عمور، توصل على خير ونورتنا والله يعني. حبيبي صدق والله. شكرا. لا ما عملتش حاجة والله، مش حاجة والله، توصل بالسلامة كده وإن شاء الله يعني تبقى رحلة سعيدة يعني. بس احنا قاعدين بقى مستنيين الاتوبيس. طبعا جالي ميل من شوية، المفروض الاتوبيس كان يجي دلوقتي. طبعا جالي ميل من شوية ان هيتأخر نص ساعة. اتمنى ان كمان نص ساعة يكون هيجي. مش هيجي يا شباب، اسلام هيروح معايا تاني. فممكن كمان نص ساعة يبعتوا لي ميل تاني ان هو هيتأخر تاني زي ما حصل معايا قبل كده. بس ده تقريبا عشان في اضراب الفترة دي، فمش عارف هو كده على طول عموما الفترة دي شغالين اضراب يعني، بس هو على العموم كده يعني بيكسبوس على طول يعني. لا ممكن الإجابة القصيرة تيجي معايا على طول يعني، بدل ما احنا نقعد ساعة في الشارع في الساعة دي. فقاعدين مستنيين ونتمنى ان هو يجي. طبعا زي ما قلنا ان هو هيتأخر نص ساعة. عايزين نعمل مقارنة بس سريعة ما بين الاتوبيس والقطر. عايز اقول لكم ان الاتوبيس هنا ارخص بكتير من القطر. انا عايز اقول لكم
من شفاينفورت لحد دريسدن كان هيكلف بالقطر 110 ايرو، وده كان رقم كبير جدا. جيت لما حجزت على فليكس بوس بالاتوبيس لقيت ان هيكلفني 26 ايرو، وكمان انا مزود 4 ايرو او 5 ايرو زياده، يعني هم اصلا 20 ايرو وفي 5 ايرو زياده عشان معايا شنط كتيره بس. فالاتوبيس انسب بكتير جدا من القطر. واللي هيقول لي الاتوبيس بيتاخر او كده، اقول لكم القطر كمان بيتاخر اكتر كمان بالاتوبيس. فلو انت في المانيا او انت لسه جاي، فانصحك ان انت تاخد فليكس بوس، تنزل الابلكيشن، او ممكن تدخل على الويب سايت دايركت وتحجز الاتوبيس اللي انت عايزه، وهيجي لك التيكت على الميل بتاعك بالكيو ار. طيب وبعد ما استنينا الاتوبيس على الميعاد بتاعه، او المفروض اللي هو يجي دلوقتي، لسه ما جاش برضه، فقاعدين مستنيين، وعمور قاعد هينام هنا خلاص. فدينا مستنيين. طيب انا وصلت دريسدن، ما كنتش عارف اصور امبارح عشان كان يوم مرهق جدا، وفي نفس الوقت الرحلة خدت وقت كبير جدا، بس إن إحنا أصلا كنا عند الحدود مع التشيك، فعملوا تفتيش على الحدود بحيث إن هم يشوفوا الباسبور وكده. فما كنتش قادر أصور بصراحة امبارح، معظم كنت تعبان، بس حاليا أنا في دريسدن مع صديقي سلمى. هلو. بس كده، فنقول استفدتوا وأشوفكم في الفيديو الجاي. تشاو.